السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. النهاردة هنتكلم على شوية نقط كده عدت الأسبوع اللي فات بعد فوز نادي الزمالك بالسوبر وتوابع الهزيمة للنادي الأهلي في السوبر الإفريقي. بصوا يا جماعة، عندي شوية ملاحظات بسيطة مش هناخد من وقتكم كتير. أول حاجة أتمنى بس، ودي أول مرة أطلب الطلب ده، إن الناس تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكريبشن للقناه. بنحاول بقدر الامكان اللي احنا نوصل لاكبر عدد، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوجه المسجز بتاعتنا او الرسائل بتاعتنا للاهلاويه والزملكاويه. اول رساله اهلاويه لبعض جمهور النادي الاهلي، بل معظم جمهور النادي الاهلي: يا جماعه واحنا مستكترين الفرحه على الناس ليه؟ بجد والله. انا عارف ان احنا متعودين ان النادي الاهلي دايما بنسبه 90% من البطولات بياخدها، وعارف ان احنا عندنا من الكبرياء ما يكفي ان احنا نتضايق جدا جدا ونزعل جدا جدا لما يحصل خساره، تحديدا لما تكون خساره من المنافس المباشر بتاعك في مصر او في افريقيا وهو نادي الزمالك. ده كله شيء، او كل الحاجات دي انا بفهمها طبيعي جدا. وانا مريت بيها، وانا كنت من الناس الحزينه حزن شديد جدا لما الاهلي خسر يوم الجمعه اللي فاتت في السوبر. بس يا جماعه، مش من المنطق ابدا ولا العدل ابدا ان احنا نستكتر الفرحه على الزملكاويه. في بعض من الزملكاويه ممكن يأفوروا في الفرحه شويه، وهنا كلمه افوره دي معناها اللي هو ممكن يعدي الحدود بشويه تحفيل مش ظريف قوي، في قله ادب شويه. مقتنع، انا مش هقول لك لا، بس في النهايه احنا مش لازم ابدا نستكتر الفرحه على جمهور نادي الزمالك. الزمالك بص في ورقته، الزمالك ركز، لعيبه الزمالك ركزت، اداره الزمالك ركزت. هقول لك حاجه اقوى من كده كمان: جمهور نادي الزمالك ركز. جمهور نادي الزمالك كان ليه عامل كبير جدا جدا قبل مباراه السوبر. التزم الصمت، مفيش تحفيل، مفيش بجاحه، مفيش قله ادب، مفيش، اسف في اللفظ يعني، مفيش اي حاجه. قبل الماتش كانوا مركزين، عندهم نسبه امل قليله في المكسب، وعندهم نسبه احباط كبيره جدا في المكسب او في عدم المكسب. ده قبل الماتش. هذا الكلام انعكس على جمهور نادي الزمالك بالصمت قبل المباراه، فهو كان كمان مركز في ورقته. العكس بقى كومبليتلي، العكس حصل تماما من جمهور النادي الاهلي، من لعيبه النادي الاهلي، من اداره النادي الاهلي، من كل عوامل المنظومه في النادي الاهلي. ادت في النهايه اللي الزمالك هو اللي خد السوبر، فاللي تعب واللي ركز هو اللي نجح. فاحنا ما نستكترش الفرح عليهم. ده اول حاجه عايز اقولها. تاني حاجه عايز اقولها: مجلس اداره النادي الاهلي، انتوا عايزين مدير كوره ولا مش عايزين مدير كوره؟ بدأنا او كنا ماشيين بسيت اب كده معين، بشكل معين، ان احنا عندنا مدير كوره. كان سيد عبد الحفيظ كابتن سيد موجود لفتره كبيره جدا، وقبله كان موجود وائل جمعه، وبعده كان موجود خالد بيبو، كابتن خالد بيبو. وبعد كده اكتشفنا ان احنا مش محتاجين مدير كوره، او مجلس الاداره قال مش هنجيب مدير كوره. حصلت هزيمه الزمالك. هل هزيمه الزمالك غيرت وجهه نظركم تاني ورجعنا منصب مدير الكوره او تحت مسمى المدير الرياضي؟ انا مش عارف. هل انتم مقتنعين بالمنصب ولا مش مقتنعين بالمنصب؟ لو مقتنعين بالمنصب، ليه مشيتوا خالد بيبو؟ او ليه لغيتوا المنصب قبل ماتش السوبر؟ ولو مش مقتنعين بالمنصب، ليه رجعتوا محمد رمضان او استعنتوا بالكابتن محمد رمضان بعد مباراه السوبر؟ دي حاجه انا مش فاهمها. فالتخبط الاداري ده انا ما بفهموش وجديد عليا، وبصراحه يعني ده بيعكس حاجه واحده بس: انك كمجلس اداره دريفن. يعني ايه دريفن؟ يعني منساق ورا السوشيال ميديا، منساق ورا الجماهير. طب هتقول لي يا شام انت مقتنع بمدير الكوره ولا مش مقتنع بمدير؟ انا قناعاتي الشخصيه انا عايز مدير كوره، ومش بس مدير كوره كمنصب، انا عايز مدير كوره قوي جدا، مدير كوره قوي جدا على خطى الكابتن ثابت البطل الله يرحمه، سيد عبد الحفيظ ربنا يديله الصحه يا رب. حاجه كده من النوعيه دي. كابتن طارق سليم، اللي ما يعرفش طارق سليم يا جماعه كان عملاق في الاداره الله يرحمه. ثابت البطل طبعا عملاق في الاداره. ثابت البطل ده يا جماعه زمان، سنه قديم يعني، فبحب الكوره قوي من زمان واهلاوي جدا من زمان. ثابت البطل زمان منع ايام الفضائيات، كانت لسه الفضائيات طالعه بقى، قناه دريم وقناه المحور والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وكان منع اللعيبه من التحدث للاعلام بعد المباراه. ومره واحده كده مراسل بيتكلم مع احمد بلال: يلا بقى
مش عارف اتكلم عليه تاني، خلاص انا اديته بما فيه الكفايه. كان مراسل بيتكلم مع احمد بلال، ومره واحده في الكوريدور كده في الكوريدور بعد الماتش كده، كابتن ثابت البطل الله يرحمه شاف احمد بلال واقف مع المراسل. اقسم بالله هذا حدث، انا فاكرها لحد النهارده، الموضوع ده بقاله كتير جدا جدا جدا. احمد بلال بص كده مره واحده لثابت البطل، قال والله يا كابتن وقفني بالعافيه، والله يا كابتن وقف، واختفى وجري. واحمد بلال اتوقف بعدها وتعاقب ماليا بعدها. ثابت البطل الله يرحمه يا رب كان قوي جدا. سيد عبد الحفيظ كان قوي جدا. انتوا عايزين مدير كوره مش عايزين مدير كوره يا جماعه؟ انا مش عارف، قولوا لنا الله يبارك لكم، فهمونا. انا دائما وابدا بتعمد ان انا ما اطلعش بفيديو على طول واقول رايي الا بعد الموضوع بيومين ثلاثه، وده لسبب معين عشان اكون منظور او اكون راي عام على الموضوع. فيا جماعه لو عايزين مدير كوره، مشيتوا خالد بيبو ليه او لغيتوا المنصب ليه قبل السوبر؟ مش عايزين مدير كوره، جبتوا محمد رمضان ليه؟ دي رساله عايز افهمها. واخر حاجه لمجلس اداره النادي الاهلي، جماعه وانتوا هتجيبوا مهاجم، هتجيبوا ناس تلعب بعد نص الملعب، هتجيبوا حد يعرف يوقفني على الكوره. يعني ايه يوقفني على الكوره؟ يعني هتجيبوا رقم 10 بلاي ميكر بيعرف يباص ويعرف يحرك الناس مع قفشه، لان انا خلاص رميت توبه امام عاشور. امام عاشور مش فارق معايا كتير، وبصراحه انا ما كنتش متوقع منه اللي هو يديني اكتر من شهرين ثلاثه سنه لاسباب كتيره جدا. اولهم للمره المليون ان اللعيب اللي بيجي بضجه في الصفقات بتاخد منه زيرو انتاج. انا عارف ده كويس، او شفتها كتير قوي كويس. اللعيب اللي ما بيعملش اي ضجه في الصفقه وبتيجي الصفقه كده هينه وسلسه والموضوع بيمشي عادي من غير وجع قلب ومن غير تحفيل ومن غير مناوشات على السوشيال ميديا، اللعيب ده اللي هو بيبقى فعلا عنده القدره والنيه والحماس والروح اللي هو يثبت وجوده، فبيثبت وجوده. انما اللعيب اللي بيجي افتكروا كده مثلا بتاع ده اليو ديانج ده ما جاش بضجه خالص. اقول لك حاجه، علي معلول نفسه اللي هو تاني هقولها للمره الرابعه والخامسه، اسطوره الجيل ده ما جاش بضجه. علي معلول اول اوف ذا سادن مره واحده هيثم عرابي او ايا كان المسؤول عن الصفقات في الوقت ده، جاب الراجل لعب في النادي الاهلي، اثبت وجوده، لعب 6 7 8 سنين، الله اكبر، حاجه سوبر. فاي صفقه بتيجي بضجه وزحمه وسوشيال ميديا، الصفقه دي بتبقى جايه حاسه بنفسها اساسا، يعني جاي كده شايف نفسه اساسا، فبيجي بيديك زيرو، بيشتغل بقى على الشعر واللون واللبس والبدل والقصص اللي احنا عارفينها. الراجل مش هينفع اقول اسمه، اللي بنروح له كل يومين ثلاثه عشان نعمل اعلانات بدل، هو اصلا زملكاوي في الاخر، وقصص كده وعك، كلها عك في عك. ما علينا، هنعمل صفقات ولا مش نعمل صفقات؟ احنا خلاص الموسم قرب يبدا. الصفقات في المراكز الدفاع عملناها وما استفدناش بيها. يحيى عطية الله زيرو، الراجل يوسف ايمن ما لعبش، اشرف داري ما لعبش. طب انا جبت مين عشان العبه؟ انا فين؟ عمر الساعي ما لعبش. طب هنلعبوا امتى يا جماعه؟ معلش الله يبارك لكم. ده اولا. ثانيا، بعد نص الملعب ليه انتوا خايفين تجيبوا هافات؟ انت ممشي احمد عبد القادر، ما جبتش بديل. انت ما عندكش بديل لاسامه ابو علي. كهربا لا يصلح اللي هو يكون مهاجم النادي الاهلي، اصلا كهربا لا يصلح اللي هو يكون لعيب في النادي الاهلي. ما علينا، ده راي فني يعني. والف سلام عليه بالمناسبه يعني. فيا جماعه نهدي الدنيا. اخر حاجه تاني، جمهور الاهلي بلاش تستكتروا الفرحه على جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك حقه يفرح، وانا بقولها وانا بموت من قلبي ومن جوه والله، لان انا اهلاوي جدا اهلاوي جدا. بس فكره استكتار الفرحه على الغير دي حاجه في منتهى الانانيه. اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.